السلام عليكم متتبعين ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين بخير؟ كي دايرين مع رمضان؟ ان شاء الله اليوم غادي نوجد معكم فطائر شرقيه. غنمشيو للمقادير. عندي هنا كاس ديال اللوز، كاس ديال الكركاع، وكاس ديال الزبيب مغسول ومرطب. غنديرو في الهاشوار. غندير معكم ديريكت المقادير. كاس ديال الزبيب، كاس ديال اللوز، وكاس ديال الكركاع. غندير معلقه ديال القرفه، ومعلقه ديال الزهر ما زهر، وغندير معلقه ديال الزبده، ومعلقه ديال العسل. نطحن هاد المكونات في الهاشوار ونرجع معكم. بعد ما طحنتهم، ماشي غير مهرمشين، ماشي مطحونين. دابا غنمشي للفطائر باش نعمرهم. وهادو هما الفطائر اللي هو البغرير المغربي. عجنته بالسميده والفورس ولا فرينه وشويه د الملحه شويه د الخميره والماء، وهذا وطيبته في المقله ديال البغرير. غادي نعمر الفطائر ديالي اللي هو البغرير المغربي، وغادي نجمعهم. غادي نسد غادي نسدو، نورك عليه مزيان حتى يتسد بحال هكا، وصافي غنحطوه في اللاطه. وصافي غنبقى نعمر معكم حتى نكمل هاد الكميه اللي عندي كلها ونرجع معكم. انا ضوبت واحد المعلقه ديال الزبده وشويه ديال الزيت، زيت المائده، وغادي نسقي من فوق منه. من بعد ما نسقي بالزبده والزيت غادي ندخلهم للفران يتحمروا، وغادي نخرجوهم. القطايف اولا البغرير ديالنا معمر هو هذاك. خرجناهم من الفران، كبينا عليهم العسل الحور. كاين اللي ما كيبغيش العسل ديال السكر ولا كندير لهم العسل الحور. وصافي، كنتمنى يعجبكم ان شاء الله. الى الفيديو القادم، السلام عليكم.